شهادته. في 18 سبتمبر 2009 دخل آدم نيومان ومراته ريبيكا مكاتب وي وورك وهم مش دريانين إن مجلس الإدارة كان مجمع اجتماع طوارئ. لسه من شوية نازل مقال صحفي يوجع بيتهم آدم بالقيادة الطايشة اللي بتزق الشركة لخراب مستعجل. أعضاء المجلس خلاص ما بقاش ياكل معاهم سحر كلام آدم وجاهزين يطردوه من الشركة اللي بناها بإيديه. رئيس المجلس قال احنا جاهزين للتصويت. في اقتراح لعرض توم قالوا تمام، وفي ترحيب بالاقتراح قالوا وفينا. الحركة اتنقلت واتأيدت قانونيا وكل اللي موافق يقول أيوة والكل قال أيوة ومحدش اعترض والاقتراح نجح. ريبيكا بتبص لآدم وتقول له جمد قلبك واطلع بره الباب ده المجلس ناوي يقتل طرح الأسهم في البورصة. آدم بيبص لها وهو مذهول وبيقول احنا واخدين 380 مليون دولار شخصي بضمان أسهمنا. 380 مليون يا رفكة، بصي في عيني، 380 مليون، بصي لي. ريبيكا ردت عليه وقالت له الخوف ده اختيار. وقبل 12 سنة من اللحظة دي كان آدم غرقان في محاولات فاشلة عشان يلاقي النجاح. كل فكرة مشروع يعرضها تترفض على طول، حتى فكرة بدائية عن مساحات سكنية مشتركة، ودي كانت الإشارة الأولى للي هيبقى بعد كده وي وورك. وفي الوقت اللي الدنيا قفلت في وشه تماما ظهر راجل اسمه ميجال واهتم بكلامه. آدم كان بيعرض جزم حريمي بكعب بيتفرد ويتلم عشان يقلب سوق الموضة ويقول له أنا راجل مستثمر من يومي، كل اللي محتاجه مكتب صغير وشوية تمويل مبدئي، إيه رأيك؟ ميجال بص له وقال له أنا شايفك يا هتبقى ملياردير يا هتتسجن. وقال له يا آدم أنا ما عنديش 5 مليون دولار بس أقدر أجيب لك مكتب رخيص في المبنى بتاعي في بروكلين. ميجال كشريك عنده مكاتب رخيصة وعزم آدم يشوف المكان بنفسه. أخيرا لقى حد شايف إمكانيات في أفكاره المجنونة وقال له هتبقى أول ملياردير يبدأ من مخزن بضاعة وهتكون قصة جامدة نحكيها. بس آدم قال له أنا مش عايز أكون ملياردير، أنا عايز أكون تريليونير. وقول لي الإيجار كام تاني؟ قال له 750 في الشهر. في نفس الليلة راح آدم حفلة كلية وهناك قابل ريبيكا، قفلت في وشه السكة من أول لقطة. بس آدم من النوع اللي ما بيستسلمش وجري وراها وقال لها أنا ملحقتش أعرف اسمك. ردت عليه ببرود وقالت له يعني أنا هقول اسمي لواحد غريب لابس قميص شبك ومطاردني لحد الأسانسير؟ لا مش هقول. قال لها طب أنا آدم نيومان ودي حفلتي، يعني ما بقاش فيه غربة. قالت له بس لسه لابس شبك. قال لها طب لو مش لابس شبك هتيجي معايا في ديت؟ قالت له أنا ما بعملش ديتات وشكرا. فضل وراها وعرف مكان كورس اليوجا اللي بتدرسه وزهقها في عيشتها لحد ما وافقت تتعشى معاه. الخروجة قلبت خناقة لما ريبيكا بدأت تنتقد مشاريعه الفاشلة وتجيب عليها وطيها. قال لها انت عمال تحور عليا وكل كلمة طلعت من بقك من ساعة ما قعدنا كذب في كذب. انت بتعرق عشان جيت هنا بالعجلة وبنطلونك مكرمش مكان ما حشرته في شرابك، وانت مش مهتم بصحتك ولا حاجة. انت بتشرب سجاير بشراهة وصوابعك متبهدلة من النيكوتين وريحتك كلها سجاير وعايز تطلب مقبلات بس عشان ما معكش فلوس. وفي الاخر انت ما تأخرتش عشان قفلت صفقة كبيرة، انت متأخر عشان انت بني آدم قليل الذوق. آدم ما هموش الكلام ده وتاني يوم دافع عنها قدام مديرها لما عرف انها بتمر بضائقة مالية. ريبيكا اتأثرت بجرأته وغيرت رأيها فيه وشاركوا بوسة كلها مشاعر. ورغم ان علاقتهم بدأت تكبر ريبيكا فضلت شاكة في قدرة آدم على بيع اي حاجة وقالت له انك تفتقد الشغف الحقيقي وده عيب هيفضل يرجعك لورا. آدم اخد كلامه بجده وعمل شراكة مع ميجيل عشان يطلقوا مشروع جديد وقال له عايز تبدأ البيزنس معايا؟ ميجيل قال له طبعا. طب مش عايز تعرف هو ايه؟ قال له مش مهم انا معاك. الفكرة كانت مساحات مكتبية مشتركة نفس اللي كان بيعرضه في الكلية بس للعمل مش للسكن. ميجيل مسك الشغل العملي والإداري وآدم لبس توب راجل المبيعات وعرضوا فكرة اسمها جرين ديسك، مشروع مساحات مشتركة لفت نظر مستثمر اسمه راندل. آدم قال له زي ما وعدتك ده ملف من 17 صفحة عن جرين ديسك وده معمول للزباين المهتمين بالبيئة. احنا بنتكلم عن مساحات مكاتب للشركات اللي تفكيرها بيئي، محاربين البيئة اللي باصين للمستقبل ومهتمين بالكوكب. وراندل قال له انا مش حابب اعترف بس الموضوع مبهر فعلا. مهارات الاقناع عند آدم خلصت الصفقة والمكتب بقى شغال زي خلية النحل، بس التوقيت كان زي الزفت. أزمة الإسكان في 2008 ضربت السوق وبعد ما باعوا جرين ديسك لراندل بنص مليون دولار رجع آدم وميجيل يعانوا تاني. البيعة دي كانت فوز مؤقت بس مجرد تأجيل للخراب اللي جاي كده كده. واحد من العقاريين قال لهم يا جماعة احنا لسه بنزحف بره حطام أزمة الإسكان واحنا عايزين مستأجرين عندهم ملاءة مالية محترمة. انتوا الاتنين تقييمكم الائتماني زي العيال في كلية وانا مش هأجر لكم، وبصراحة مش شايف ان في حد تاني هيرضى يأجر لكم. ارجعوا منطقة دامبو ده السوق اللي انتوا عارفينه. آدم قال له احنا مضينا شرط عدم منافسة مع شريكنا القديم وما نقدرش نرجع لبروكلين. الحقاري قال له طب دي حركة مش ذكية منكم خالص. وفجأة
ظهرت فرصة جديدة في الأفق. آدم وميجيل قابلوا يفجيني ريسيكوف، وده راجل بيملك مساحة مكاتب متبهدلة ومحتاجة توضيب شامل. ومن خلال عروض مبهرجة آدم أقنع ريسيكوف يشوف المستقبل في المكان ده، وعكس أي منطق ريسيكوف وافق يستثمر 15 مليون دولار و18 سنت مقابل ثلث الشركة، مع إنهم ما كانش عندهم خطة عمل واضحة. آدم قال له حط 18 سنت في الآخر وهيبقى اتفقنا. ريسيكوف قال له تمام، 15 مليون و18 سنت مقابل ثلث الحصة، والمحامي بتاعي هيخلص الورق. بس ما سألتكش هو المشروع اسمه ايه؟ آدم قال له احنا بنعمل، احنا بنعيش، احنا بنحلم. الفلوس بدأت تجري في ايديهم، بس المشاكل بدأت تجري وراها برضه. وفي عام 2019 نتائج قرارات آدم الطايشة لحقته وخبطت في وشه. في اجتماع مجلس الإدارة الطارئ حاول يبهر الأعضاء بالكلام عن نجاح وي ورك، بس هم قفشوا لعبه وبقوا شايفين الحقيقة. رفضوا ضغطه عشان يطرح الشركة في البورصة، وبعد مناقشة مشدودة صوتوا عشان يشيلوه من الشركة. وآدم ما كانش يعرف إن دي مجرد بداية النهاية ووقوعه للقاع. نرجع شوية ورا. في 9 أكتوبر 2008 آدم وريبيكا اتجوزوا في حفلة فخمة ومكلفة. ريبيكا كانت لابسة فستان بنفسجي ملفت، والمعازيم فضلوا يسألوا لو صاحبتها المشهورة جوينيث بالترو هتيجي، بس هي ما جاتش. وبدل ده والد ريبيكا ادى للعرسان شيك ب1,000,000 دولار كهدية جواز. الحركة دي ضاقت آدم اللي كان دايما شايف نفسه هو الراجل اللي بيصرف، وحس بالتهديد في رجولته. حتى في الجواز ما كانش هربان من عقده ونقصه. قال لحماه انت بدأت معايا على السكة الغلط، انا اقدر اصرف على بنتك واكفيها. وقال له شركتي لسه متقيمة ب45 مليون دولار وانت ما باركتليش على ده على فكرة. حماه رد عليه ببرود وقال له التقييم ده ما بيشتريش بيوت. في نفس الوقت بوب شريك آدم حذره ان استثمار ريسيكوف ده ممكن يكون نصبايا، وقال له هو عمل معاك حركة ال 18 سنت ده بيقول عليه رقم حظ. قال له انت هتبقى محظوظ لو طيرت منه 18 سنت دي اصلا. الملايين الموعودة ممكن ما تبانش خالص. وده حط آدم وميجيل في خانة اليك. بس آدم ما بيتهدش وضغط على ميجيل عشان يرمي كل أرباح جرين ديسك في مشروعه الجديد وي ورك. وكمان أقنع ريبيكا تستثمر ال1,000,000 دولار بتاعة أبوها، وده خلى أبوها يولع من الغضب. ريبيكا ركبت الموجة ووافقت على المخاطرة، واستغلت معارفها عشان تعرض وي ورك على شخصيات تقيلة في مجال الترفيه. بالنسبة لوي ورك رغم ان اول مكتب ليهم كان يدوب شغال بالعافية، آدم كان بيحلم بحاجات اكبر بكتير. قابل ستافروس مستثمر عشان ياخدوا موقع في وسط البلد ميد تاون، وقال له يا ليسا أنا فاهم وعارف إن أهلي ضحوا عشاني وادوني كل حاجة، بس إحنا مديونين ليهم بإننا ناخد قرارات جريئة وشجاعة. لكن لما عرف خطط آدم الطايشة للتوسع اتفزع وقرر ينسحب ويمشي. ميجيل قال له أنا عارف إنك كنت هتحاول تمنعني. قال له أيوة عشان إحنا بالعافية ماشيين المكان ده. آدم قال له شروط العقد مثالية. ميجيل قال له كفاية يا آدم، وقف اللعب ده لمرة واحدة في حياتك وابعد عن السكة دي. في اليوم ده ستافروس كمان جاله شكوك واعترف انه مضى على عقد الايجار وهو سكران وطينه ودلوقتي ندمان. بس آدم لوى دراعه وهدده انه هيبوظ سمعته في سوق العقارات المقفول في نيويورك لو انسحب. آدم قال له يا ستافروس ايه اللي هيحصل لما الكلام ده يتعرف بره؟ قال له قصدك ايه؟ قال له لما يتعرف ان كلمة ستافروس كوكوس في العقود ملهاش اي لازمة. كارت الشغل بتاعك مكتوب عليه رئيس شركة، بس احنا الاتنين عارفين ان كله منظرة وبابا وماما هم اللي بيمشوا الليلة. وقال له عقارات نيويورك دي عاملة زي بركة مية صغيرة والكل عارف بعضه، لو الكلام ده طلع بره شكلها هيبقى وحش. وقال له منور يا ملكنا الجديد. اما ريبيكا فجهودها جابت لها دور تمثيل، بس وهي واقفة على المسرح في وسط العرض لقطت فكرة وفهمت حاجة. هي مش عايزة تكون ممثلة، سابت المسرح ورجعت لآدم عشان تشتغل معاه بكامل وقتها. ومع التزام ريبيكا الكامل آدم جمع فريقه عشان يوضبوا المكتب في 12 ساعة بس عشان عرض مهم ومصيري للمستثمرين. العرض لازم يستمر حتى لو كان كله شو ومنظرة، وقال لهم ركزوا وخلوا عيونكم في وسط راسكم. وعكس كل التوقعات قدروا يعملوها، والمكان بعد ما اتقلب انبهر بيه الزوار الأولانيين. الخبر انتشر والمستثمرين بدأ الفضول ياكلهم، وسحر آدم اشتغل تاني وخلى شكل وي ورك كأنها قطر ما بيقفش. واحد من المستثمرين قال له أنا شايف يافطة وي ورك، ده موقعكم التاني صح؟ آدم قال له التاني وبكل فخر. المستثمر قال له حاسس انك بتستهدف مستثمرين محتملين هنا، وايه الحاجة التالتة؟ آدم قال له مستقبل الشغل شكله هيتغير، في جيل جديد طالع بره والجيل ده ضخم جدا انت فاهم، ومش بيفكروا زي اهاليهم ولا بيلبسوا زي اهاليهم ولا بيشتغلوا زي اهاليهم، فليه هيرضوا يقعدوا في مكاتب شبه مكاتب اهاليهم؟ وبسنة 2012 وي ورك كانت باينة انها مكسرة الدنيا وناجحة جدا. المكاتب بتغلي بالطاقة، اجتماعات موظفين، مشروبات ببلاش، واجواء اقرب لحفلة منها لمكان شغل. بس تحت السطح كان في حاجة مش مريحة، البيئة فوضوية وشبه الطوائف الدينية، وآدم نيومان في النص شغال كأنه زعيم روحي مش رئيس تنفيذي. الموظفين بيشربوا ويرقصوا ويحتفلوا، بس الاحترافية في الشغل كانت بتضيع، والمبدأ كان اشتغل جامد واحتفل أجمد. ده أسلوب وي ورك. آدم أخذ الثقافة دي لآخر المدى وعمل معسكر صيفي في بحيرة راكت ليك في نيويورك. وصل متأخر 3 ساعات بطيارة هليكوبتر مع ريبيكا،
والاتنين غرقانين في غرورهم ونرجسيتهم. بس مود ريبيكا قلب ضلمة لما شافت تليفونها ولقيت أبوها رانن عليها كذا مرة. لما ردت عليه عرفت إنه متهم في قضية نصب، وهو كان بيرمي اللوم على المحاسب بتاعه في غلطات الضرائب. بس الفلاش باك كشف إن دي مش أول مرة يدخل في حوارات قانونية، والضحايا اللي اتنصب عليهم في أكتر من $1,000,000 كانوا الصندوق الأمريكي لأبحاث السرطان. القاضي قال له: يا مستر بالترو، أنت مش بتتوزع عليك تهمة شخصية، بس الصندوق اعترف بالذنب في النصب، وفي عيون المحكمة دي أنت بتتحمل مسؤولية أفعال شركتك. في المعسكر ريبيكا خطبت خطبة صدمت الناس كلها. قالت إن دور الست هو إنها تساعد الراجل يحقق مصيره، والجملة دي عملت هجوم مرتد عليها في ساعتها. كانت فاكرة إنها بتلهمهم، بس كل اللي عملته إنها ضايقتهم. وقالت: جزء كبير من كونك ست إنك تساعد الراجل يوصل لنداء حياته ومصيره، وده اللي حاولت أعمله مع آدم. فانيسا مديرة العلاقات العامة في وي وورك حذرت إن الكلام ده ممكن يبوظ صورة الشركة، بس آدم كبر دماغه وسابها هي تلم الليلة وتتعامل مع الورطة. آدم قال لها: أنا مش فاكر حتى ريبيكا قالت إيه. فانيسا قالت له: بس الصحفيين هيفتكروا. قال لها: ده صحفي فاشن وموضة. قالت له: مش مهم، لازم نصلح الموضوع. قال لها: لا يا فانيسا، مراتي مش هتعمل حاجة، أنت مديرة العلاقات العامة وأنت العبقرية اللي هنا، اتصرفي وصلحيها. بعدين ريبيكا من كتر الضغط سابت الحفلة بدري، والفلاش باك ورقنا مشاكلها القديمة، منها قصة انفصال صعبة مع اكس سابها في وقت كانت محتاجاه فيه. تاني يوم الصبح اكتشفت ان الستات بيقطعوها اونلاين وبينتقدوا افكارها الرجعية المتأخرة. المستشارين حذروها ان جيل الألفية مش هيسكت على الكلام ده، ووي وورك بتخاطر بانها تخسر جمهورها الاساسي. فانيسا قالت لها: ده ممكن يدمر البراند بتاعنا، انت فاهمة؟ احنا ما نقدرش نخسر جيل الألفية، احنا محتاجينهم. ريبيكا ردت بتكبر وقالت لها: ليه؟ عشان بيشتغلوا 80 ساعة في الأسبوع مقابل بيرة وتيشيرتس ببلاش؟ لا أنا أسفة، الحوار ده كله مسخرة وما يستاهلش. فانيسا قالت لها: مسخرة أو لا، ده نوع الحوارات اللي بيكبر ويلم ناس. ولما لقيت نفسها مجبرة تنزل اعتذار رسمي، ريبيكا عملت العكس وعندت واتهمت اللي بينتقدوها بأنهم مش فاهمين قصدها. ده خلى النار تولع أكتر، والموظفين بدأوا يتكلموا عن بيئة الشغل السامة في وي وورك: شرب مفرط، مرتبات قليلة بيغطوها بوعود أسهم، وحتى إشاعات عن وجود أوضة مخصصة للعلاقات الجنسية في المكتب. الهجوم كبر وريبيكا بقت هي الهدف الأساسي للغضب، وعشان ترجع تسيطر طنشت فانيسا وأخدت المايك تاني على المسرح وقالت: الأدوار اللي بنلعبها لبعض والأدوار اللي بنلعبها لنفسنا، أنا قلت إن الستات لازم تدعم الرجالة، وأنا كنت أقصد ده، دي الحقيقة، بس مش الحقيقة كاملة. الحقيقة الكاملة إننا محتاجين ندعم بعض كلنا، ممكن يكون راجل وممكن تكون ست. المرة دي قدمت خطبة ملهمة عن بناء عالم أفضل مع بعض، ورغم إنها ما سحبتش كلامها الأولاني الناس سقفت لها بحماس. وفانيسا لما لقيت نفسها اتركنت على الرف سابت الشركة بهدوء ومشيت. ورغم الخطب الحماسية، وي وورك كانت بتنزف فلوس زي الرز، $1,200,000 في اليوم الواحد. بس آدم كان عايش اللحظة وكأن مفيش أي حاجة غلط، وعمال يتصور ويعمل انترفيوز عشان يلمع صورة الشركة. وكان بيقول: رسالتنا هي إننا نرفع وعي العالم، نقطة، ومن أول السطر. والمذيع يسأله: وإزاي هتعملوا ده؟ يقول له: ده سؤال عظيم، بإننا نعيش بهدف ورؤية، وبإننا نكون طلاب في مدرسة الحياة طول حياتنا، وبعملنا لده إحنا بنرفع من نفسنا وبعدين بنرفع العالم كله. في شركة بنش مارك كابيتال المستثمرين بدأ القلق يركبهم. بروس دافع عن آدم وقال إن رؤيته هي اللي بتخلي وي وورك مختلفة، بس الأرقام كانت بتقول كلام تاني خالص، وآدم كان بيضغط عشان يتوسع ومطنش كل التحذيرات المالية. لما خافي وهو مسؤول قلقان من اللي بيحصل واجهه بإن الصرف مش مستدام وظروف الشغل زفت والملاك قلقانين وشاكين فيهم، آدم سكت خافي بإنه ضاعف مرتبه مرتين. قال له: أنا كنت تحت ضغط كبير الأسبوع ده ومش قادر أخسرك، الحياة قصيرة يا صاحبي، إيه رأيك لو اديتك 10%؟ خافي قال له: ما تستاهلش. قال له: طب إيه رأيك لو ضاعفت مرتبك؟ اقعد، هي دي الطريقة. لو المالك قال لأ، ضاعف الإيجار، لو ده منفعش ضاعف شروط العقد، واعزمهم يتناقشوا على أكلة حلوة. لكن بعد شوية الخسائر طارت وبقت قريبة من $2,000,000 في السنة، وده جبر آدم يفكر في رفض الموظفين وتقليل العمالة. قطع الرفاهية بس فضل يلف ويدور على مستثمرين جداد. وفي الوقت ده ريبيكا اللي آدم كان هاملها راحت حفلة مدرسة لوحدها. هناك قابلت أليسيا كينيدي وهي ست أعمال ناجحة، ولقيتها فرصة تطلع بره ظل صاحبتها جوينيث بالترو. وفي الوقت اللي ريبيكا بتعمل فيه علاقات، آدم طار للهند عشان يحضر مؤتمر ستارت اب انديا لرواد الأعمال. على المسرح قدم عرض عاطفي ومؤثر عن رسالة وي وورك في إنهاء الوحدة، وحشر أبوه في الحكاية عشان يخلي القصة تلمس أكتر. أداؤه بهر ماسا
ماسايوشي سون الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة سوفت بانك، ووافق يزور وي وورك في نيويورك. آدم قال له إحنا لازم نكون 3 أضعاف حجم أمازون. سون قال له حلو. أول ما يحس بالإنجاز النمو بيوقف. آدم قال له بس أمازون شركة تكنولوجية، تكلفة قليلة وإمكانيات توسع ملهاش نهاية، وإمكانيات التوسع مع وي وورك برضه ملهاش نهاية. ولما رجع بيته طنش عياله وقعد يعرض فكرة جديدة، المساحة فخدمة. وبدل ما يلم تمويل غرق الشركة أكتر في الديون وراهن بكل حاجة على الاستثمار بتاع سون المنتظر. الوضع المالي بقى خطر جدا. بروس عرض عليه حلين، يا يقفل 12 فرع يا يوقف العمليات الغير أساسية، بس آدم رفض الحلين وصمم يمشي في سكته. وعدت 4 شهور ومفيش أي كلمة من سون. آدم بقى مزنوق وبدأ يرفض في الناس، وميجيل الشريك الوفي بقى واقف يتفرج وهو عاجز والشركة بتتفرفط قدام عينيه. ميجيل سأل تكلفة استحواذ الأعضاء كام وفاضل لينا وقت قد إيه. جون قال له إحنا بصين على آدم قطعه وقال لهم يا عباقرة إحنا بننزف ومحتاجين نقل دم فلوس فورا وإلا هنموت أو نقطع طرف من جسمنا. ميجيل قال له فاضل لينا قد إيه؟ قول لي بس أنهي سنة وأنهي ربع سنة. آدم قال له دي مش سنين يا ميجيل، إحنا بنتكلم في شهور. وفي مغامرة أخيرة آدم أقنع أليسيا تسيب شغلها وتنضم لوي وورك كمديرة للبراند، وقال لها وعشان كده أنا ما كنتش بعرض عليكي وظيفة، أنا بعرض عليكي رسالة ومهمة نوصل بيها للمليارات، نعمل مجتمع عالمي يجيب السعادة والتواصل للناس في كل حتة في الكوكب. الحركة دي ضايقت ريبيكا اللي شافت إن آدم دايما بيقدم نفسه ومصلحته على طموحها هي. وفي قمة الشد والجذب ده سون وصل أخيرا عشان يعمل جولة في المكان، ورغم الفوضى اللي في وي وورك قرر يستثمر مش في الشركة، لا يستثمر في آدم نفسه. الصفقة كانت رقم خيالي 4 مليار و400 مليون دولار. آدم قال أنا حققت ده وجذبته بقوة عقلي. الرقم كان ضخم وطوق نجاة مفروض يثبت كل حاجة، بس مع دخول الفلوس الشروخ بدأت توسع أكتر. بص يا سيدي، في سنة 2017 آدم نيومان دخل فرع بنك تشيس بطلب يوقف القلب وبمنتهى البجاحة عايز كارت ائتمان جديد بحد سحب 50 مليون دولار. لما الموظف اتردد آدم قال له ببساطة ابحث عن اسمي على جوجل. والحركة الصايعة دي جابت مفعولها، وفي ثواني أخدوه الاجتماع مع كبار المديرين في جي بي مورجان. ورغم ان وضع وي وورك المالي كان على كف عفريت، ثروة آدم الشخصية حطته في فئة الأثرياء التقال الصافيين. جيمي دايمون رئيس البنك اهتم بالموضوع بنفسه، ومش بس وافق على الكارت ده ضاعف الحد ل 100 مليون دولار. آدم قال له خليني سايل يا جيمي، خليني سايل. جيمي قال له بس حد ائتمان 50 مليون، أنا شايف إنك محتاج 100 مليون. بس اللي آدم ما كانش واخد باله منه إن كل ما تطير لفوق قوي الوقعة بتبقى على جدر رقبتك. منظر النجاح فضل مستمر ووي وورك بقت مغطية الكوكب، بس ورا اليافطة اللمعة المشاكل كانت بتعفن وتزيد. هجوم فيران، تقسيمات مكاتب غريبة، وكوابيس في الإدارة. ومحدش وقف آدم إنه يدخل قائمة مجلة تايم لأهم 100 شخصية، وده ثبت صورته كراجل صاحب رؤية. جوه الشركة ثقافة حفل السكن الجماعي والتهريج كانت مكملة، وآدم كان بيلف في الممرات ولابس ماسك مستذئب وبيرفض المنافسين اللي جايين يعرضوا شراكة. ريبيكا هي كمان كانت غرقانة في الإمبراطورية وهملوا عيالهم وهم بيجهزوا عشان يحضروا حفلة مجلة تايم. آدم سألها هو انت دخلت القائمة؟ قالت له لا. قال لها لا، احنا اللي دخلنا، يمكن اسمي انا اللي مكتوب بس ما كانش حاجة من دي هتحصل من غيرك خالص. شكرا ليكي وانا اسف اننا متأخرين وانت عمرك ما كنتي بالجمال ده. بس الواقع المالي كان مرار طابح، وبعد مؤتمر مستثمرين ما كانش قد كده ميجال جاب الأخبار الصادمة لآدم وقال له ماسايوشي سون أكبر داعم لينا شكله بدأ يشك فينا وندمان. آدم قال له هو عمره ما بص على أرقامنا، أراهنك إنه استثمر في شركتنا وعمره ما شاف الحسابات ودلوقتي محبط. وقال له بصراحة هو ما استثمرش في الشركة بالمعنى الحرفي، هو استثمر فيا أنا. يعني إيرادات وي وورك اللي هي مليار و800 مليون دولار بتضيع قدام خسائر بقيمة مليار و900 مليون دولار. آدم طير الكلام كالعادة وقال جملته الشهيرة إحنا بنصرف عشان نكبر، بس الشروخ ما كانش ينفع تدارى. لما جيمي دايمون كلم آدم وقال له في مشكلة في طوكيو، آدم نط في طيارته الخاصة وطار عشان يلحق الخراب ويلم الليلة. ميجال اللي كان دايما صوت العقل واجه آدم بالحقيقة وقال له سون مستني أرباح فلكية وي وورك مستحيل تحققها، وعشان كده أنا مشدود ومتوتر. آدم قال له يا ميجال أنت نسيت الصفر. حتى ميجال الوفي بقى شايف النهاية المكتوبة على الحيطة، بس آدم فضل عايش في الأوهام. في مقر سوفت بانك سون طنش الكلام في الفلوس خالص وفرجهم على روبوت جديد شبه اللي ظهر في فيلم روكي الجزء الرابع، ونصيحته كانت خليك مجنون أكتر واطمح لأعلى وده هيخليك تحقق نص هدفك على الأقل. وسأله مين بيكسب في الخناقة، الراجل الذكي ولا الراجل المجنون؟ آدم أخذ الكلام كأنه تأكيد وصك على جنونه
وضاع في التوسع الطايش. ولما رجعوا وي ورك، أليسيا كندي وصلت كمديرة براند جديدة، بس لقيت نفسها مركونة بسبب غيرة وغل ريبيكا المكتوم. ريبيكا اللي كانت حاسة إنها مش باينة ومختفية رفضت شعار الشركة العايم رفع وعي العالم الباطن، وقالت عليه ملوش معنى. وفي حركة فرد عضلات دمرت أليسيا واتهمتها إنها مش فاهمة رؤية وي ورك ومشيتها بره الشركة. بس كلمات أليسيا وهي ماشية علمت عليها وقالت لها مش آدم هو اللي مخليكي حاسة إنك صغيرة، أنت اللي صغيرة، أنت صغيرة وقلقانة إنه يغطي عليكي عشان هو فعلا مغطي عليكي، أنت ما عندكيش نور خاص بيكي. ريبيكا وهي بتغالب دموعها دخلت في وسط جلسة تصوير وأخدت الكاميرا والأضواء ليها في محاولة يائسة ترجع مكانتها. وآدم كمل في طريقه ومنفذ نصيحة سون بإنهم يفكروا أكبر، وأعلن عن سنة كاملة عضويات ببلاش، حركة انتحارية عشان يسيطر على سوق المساحات المشتركة. رجال البنوك اتفزعوا وشافوا الهبل اللي في الخطة، بس آدم ما كانش بيسمع لصوت العقل خلاص، وكان بيقول ده اللي ماسا مستنيه من استثماره، دي الإمبراطورية اللي بناها على الكلام الحلو والديون كانت بتتهز وخلاص هتقع، والسؤال الوحيد اللي فاضل هو الأوهام دي هتستحمل وتكمل لإمتى؟ بعد حفلة مجنونة قعد آدم وريبيكا على الكنبة معجبين بجواب تهنئة من ماسا بيشيد بجنون آدم، وقرروا ينقلوا لكاليفورنيا وقالوا وي ورك موجودة في الحتة اللي احنا موجودين فيها، وسابوا ميجال يواجه مجلس الإدارة اللي كان هيولع والفلوس بتخرج عن السيطرة أكتر وأكتر. ريبيكا عشان تعمل لنفسها اسم بره وي ورك عرضت فكرة جديدة، ثورة في مجال الطيران والسفر الجوي. آدم اللي بيحب اللقطات الكبيرة أعلن عن المشروع في لقاء تلفزيوني، وده رعب المستثمرين أكتر. المذيع قال له أنت ما بتفكرش صغير خالص صح؟ قال أنا ما أعرفش أفكر بطريقة تانية. بس المذيع قال له في شركات كبرى في العالم وقعت لما شالت عينها عن شغلها الأساسي. آدم قال له إحنا ما بنقعش، إحنا بنطير. بروس اللي كان من أواخر حلفاء آدم حذروا إن المجلس بدأ يقلب عليه ووعدوا إنه هيدعمه دلوقتي، بس رمى كلام إن وقته كرئيس تنفيذي شكله بيخلص. في نفس الوقت ريبيكا سحبت بنتها من المدرسة وقالت إنها محتاجة تعليم استثنائي، وحولت الفكرة دي لمشروع بيزنس جديد وي جرو، وهي مدرسة تجريبية. بس فرحتهم ما كملتش، نزل خبر إن رئيس شركة أوبر اتطرد بره، وده جاب رعشة في ظهر آدم وخوفه. تاني يوم آدم وصل وي ورك لقى بروس وكاميرون وهو بنكير بريطاني ما بيعرفش الهزار قاعدين مستنيينه. كاميرون اللي بقى مزروع في المكتب طلب دفاتر الحسابات بتاعت 10 سنين فاتوا. آدم رمى قدامه جبل ورق عشان يدفنوا فيه ويهرب، بس كاميرون جاب فريق كامل عشان يفصفصوا كل قرش رايح فين وجاي منين، واللي لقوه كان مصيبة وفضيحة. آدم كان بيستثمر فلوس وي ورك في السر في شركة قهوة وموج اسمها ويف جاردن، مع انه بيدير شركة مساحات مشتركة ملوش دعوة بالكلام ده. والأوضع من كده آدم كذب بخصوص الأرباح وهو بيطرح الشركة للاكتتاب العام، وكاميرون شغال فحص. آدم طار لمكسيكو سيتي عشان يفتح فرع جديد هناك، وفوق سطح مبنى أعلن الحرية بشكل درامي وقال لسونيين إنه هيطنش البنوك والمستثمرين وطرح البورصة ويعمل حاجته بطريقته. سونيين ابتسم وقال له دي شجاعة وقوة عزم. بس في المقر الرئيسي كاميرون كان هيطق من الغضب. واجه آدم بخصوص مشروع وي جرو واتهمه بالصرف الطايش. قال له ايه ده؟ آدم قال له وي جرو واحنا اتكلمنا في ده. كاميرون قال له لا مفيش مدرسة، انت اتكلمت وانا سمعت وقررت ما اخدش بنصيحتك، ده كل الموضوع. آدم رفضه في ساعتها، بس لقى صدمة ان سونيين دلوقتي بقى عايز السيطرة الكاملة على وي ورك مقابل عرض شراء بقيمة 20 مليون دولار. آدم رفض وفضل متبت في الكرسي والسلطة، والمجلس بقيادة كاميرون جمع اجتماع طوارئ، حطوا قدامه كل مشاريعه الفاشلة وصرفه الطايش وكذبه، وطلبوا التصويت عشان يشيلوه من منصب الرئيس التنفيذي. في لحظة مشدودة آدم اتحداهم لصوتوا في ساعتها، وعدى ونجح بفارق صوت يدوب بالعافية، وقال لهم مش عايزيني هنا؟ تمام، مين اللي هيدير الشركة دي؟ هو ميجيل. يا ميجيل بالتوفيق ليك، وروني حد تاني يقدر يدخل أوضة ويطلع منها بعد 12 دقيقة ومعاه 4 مليار دولار. أنا الفرخة اللي بتبيض ذهب، وهخلي كل واحد فيكم غني ومعاه فلوس زي الرز، فخلينا نشتغل ونعملها. بس فرحته ما كملتش واتطيرت تاني يوم الصبح. آدم اتأخر في النوم وفوت اجتماع مصيري مع مستثمرين من أبو ظبي، ولما وصل متأخر 45 دقيقة أبو بارت البنكير المسؤول والقيادي كان قايد نار من الغضب، سحب كل التمويل، وده عمل تأثير الدومينو وكل حاجة وقعت ورا بعضها. وسونيين هو كمان انسحب، وإمبراطورية وي ورك اتهدت. وآدم عمل حفلة تانية كأنه مش دريان بالكارثة اللي عملها بإيديه، ورغم كل رؤيته الكبيرة مستحيل حد يحس بالشفقة عليه أو يزعل عشانه. وقف وقال اسمعوني يا ناس يا حلوة، أنا عايز أعمل نخب ل8 مليون و900 ألف قدم مربع. مالك المساحات المشتركة خلاص وقع من على عرشه. فكرة الطرح في البورصة كانت زي سحابة ضلمة فوق راس آدم نيومان. الطرح ده ممكن يخلي الشركة بمليارات في ليلة، بس كمان هيكشف كل سر مالي
فالي، وكل قرار طايش قدام العالم كله. ولما وقف في المقر الرئيسي لشركة جوجل في سيليكون فالي بيعرض وي ورك كأنها شركة تكنولوجيا، العرض بتاعه اتهد تماما، الصور باظت والشرائح عطلت، والمديرين بتوع جوجل شافوا الكذب والاشتغالة بوضوح وسألوه انت جاي لنا ليه مش سوفت بانك؟ قال لهم سوفت بانك ملتزمين جدا. قالوا له طب يا آدم ليه ما تطرحش في البورصة على طول؟ نصيحتهم كانت ناشفة، اطرح الشركة أو ما تضيعش وقتنا. في نفس الوقت ريبيكا رمت كل طاقتها في مشروع وي جرو، المدرسة اللي بتقول إنها هتربي العيال من الولادة للموت عشان يبقوا عباقرة رواد أعمال. الشعار كان يكسف لدرجة إن الموظفين بتوعها بقوا مش طايقينه، بس ريبيكا شافت نفسها صاحبة رؤية ومثبتة فيه، وافقت تعمل بودكاست وهناك صوتها اتهز وعيطت وهي بتوصف وي جرو بإنها الشغل حياتها، وما كانتش شايفة شكلها الأناني والمنفوخ قد إيه. وجوه وي ورك الحقيقة المالية كانت سواد، خسائر ب 58 مليون دولار في الأسبوع الواحد. مستشاري آدم بقيادة البنكير جيمي زقوا للطرح في البورصة كحل وحيد عشان ينقذوا المركب اللي بتغرق. آدم وافق وهو مش طايق وشبه وي ورك بالخرتيت السحري يونيكورن، قصة نجاح نادرة وسحرية. بس ريبيكا كانت ولعة من الغضب، حست إنها اتركنت على الرف واسمها اتدفن في الخط الصغير بتاع الورق، بينما آدم واخد كل اللقطة والمنظرة. وقالت له انت فاكر انك بنيت كل ده لوحدك؟ بجد انت اديتني مسرح واديتني وظيفة واديتني مدرسة. في جي بي مورجان وجولدمان ساكس المحللين فصفصوا حسابات وي ورك والارقام ما كانتش راكبة على بعضها خالص. الشركة كانت بيت من ورق واقف بس على الشو والبروباجندا بتاعت آدم، ورغم ده الموظفين كانوا بيحتفلوا فاكرين انهم هيبقوا مليونيرات خلاص. واحد قديم اسمه مايكي آدم وعده ان 800 ألف سهم بتوعه هيبقى قيمتهم 30 مليون دولار قريب. وبعدين نزل ورق الكشف المالي الرسمي، الملف اللي المفروض يشد المستثمرين، وبدل الارقام العاقله الجاده آدم وريبيكا ملوه كلام تنميه بشريه وشعارات ومهمات منفوخه. لما كاميرون البنكير الجاد قرأه اتفزع وقال ده مكتوب كأنه كتاب اطفال وشغل عيال. الحقيقه طلعت وبقت باينه والمنظر كان زفت. الهجوم المرتد كان فوري، وبلوجر مالي اسمه سكوت جالوي قطع الورق ده حتت وكشف ان وي ورك كارثه ماليه بتتحضر. مكاتب وي ورك بقت في فوضى عارمه، وبعد الفضيحه دي الموظفين بقوا يجروا يمين وشمال، والمستثمرين ومحللين وول ستريت بيعلوا صوتهم بشكوكهم. الطرح المنتظر اللي كان تذكرة الذهب بقى حلم بعيد وصعب، والأوضع حكاوي الحفلات المجنونة والصرف الطايش انتشرت، وده دمر الثقة في الشغل تماما. آدم نيومان كبر دماغه وقال ده شو إعلامي وصحافة صفرة، بس بروس الشريك القديم جاب له الحقيقة الناشفة وقال له وي ورك خلاص هتنزل السوق والعالم مش هيشتري سحر كلام آدم تاني خلاص. قال له لو ما استقلتش أنا هكسر دراعك يا آدم، أسهمك هتبقى بصفر، وال380 مليون دولار قروض شخصية اللي واخدها بضمان الأسهم دي هتطلب منك فورا وهتتخرب بيتك وتفلس. بس آدم فضل يقول بس هفضل رئيس تنفيذي. في 18 سبتمبر 2019 العناوين أعلنت إن آدم بيدمر وي ورك. مجلس الإدارة جمع اجتماع طوارئ، والحل الوحيد عشان ينقذوا الشركة هو إنهم يشيلوه من منصبه. الملك خلاص هيخسر تاجه. ريبيكا لما سمعت الأخبار جمعت المحاميين بتوعها عشان توقف الانقلاب ده بأي طريقة، وفكرت تستخدم بند التصويت الخارق عشان تهد المجلس كله وتجيب ناس تبعها وطوع إيدها. بس فريقها القانوني حذرها إن ده هيعمل خناقة وفضيحة علنية قبيحة في السوق. ولما رجع آدم وريبيكا المكتب الطاقة كانت متغيرة تماما. الموظفين اللي كانوا مبهورين بوعود الغنى والفلوس بقوا يبصوا لهم بغل وقرف، وطرح البورصة اللي مستنيينه بيتفرتت. حتى بروس اللي كان أكتر واحد بيدافع عنه ما بقاش قادر يخبي ضيقته وخنقته. وجيندي دايموند وداه الضربة القاضية وقال له طول ما آدم رئيس تنفيذي محدش هيحط مليم واحد، السهم ده مسمم وتوكسيك. في الليلة دي آدم قابل ميجيل في ركن هادي في المكتب، مفيش حفلات مفيش منظرة وفرد عضلات، 2 مؤسسين بيواجهوا الواقع المر. ميجيل الصاحب الجدع قال له انت ما تستاهلش الوقعة دي والنهاية دي، بس الكلمة الحلوة والجدعنة زقت آدم يعمل حاجة ما كانتش تخطر على باله. وافق يتنحى ويمشي. قال له انت ما تستاهلش ده، انا بحبك يا آدم، هتعمل ايه؟ آدم قال له هعمل الصح لمرة واحدة في حياتي. نهاية عصر وبداية الخراب والوقوع. والخبر انتشر بسرعة الصاروخ. وفي نفس الوقت في لقطة مضحكة مساعدة آدم اتقبلت في مدرسة هارفارد لإدارة الأعمال. مقال التقديم بتاعها كان عن فشل وي ورك وإزاي ما تديرش شركة. قمة السخرية والضحك. الفشل بقى نجاح ليها. كاميرون الرئيس التنفيذي الجديد بدأ يهد في إرث وتاريخ آدم نيومان اللي اتقال عنه كلام كتير، صاحب رؤية، يونيكورن، ساحر، وزي الساحر حاول يعمل خفة إيد على العالم المالي كله، وطلب من الموظفين ينسوا الشعار المنفوخ بتاع رفع وعي العالم ويركزوا في اللي وي ورك معمولة عشانه أصلا، مساحة مكتبية عملية ومحترمة. بس الفاس كانت وقعت في الراس، والشركة كانت بتنزف فلوس بسبب عقود الإيجار الغالية اللي آدم مضى عليها في
توسعه الطايش. الرفض ما كانش حل وما كانش متاح. وي وورك ما كانش معاها فلوس تدفع مكافأة نهاية الخدمة للناس. المستثمرين رفضوا يرموا مليم في السفينة اللي بتغرق طول ما آدم معاه حق التصويت والسيطرة. آدم لعب لعبة قمار وعناد مع ماسايو شي سون، مراهن إن سمعة سوفت بانك مربوطة بإن وي وورك تعيش وتكمل. في نص الليل سون كلمه واداله عرض $500 مليون مقابل أسهم آدم، وقال له أنت طلعت أجن وأجن مني. 500 مليون عشان تبيع أسهمك؟ آدم أنت لسه معايا؟ آدم قال له أيوة. قال له سمعت العرض؟ قال أيوة. آدم رفض العرض ده، بس فضل يعافر ويتفاوض لحد ما طلع بصفقة خروج ذهبية مؤمنة وفلكية. مشي ومعاه ثروة خيالية، بينما السوفت بانك أخدت 80% من الشركة. آدم خسر الشركة بس كأنه كسب اللوتري وضرب ضربته الكبيرة، والمذيعين بقوا بيقولوا آدم نيومان ركب حصانه وطار في الغروب بباراشوت ذهب ومؤمن نفسه. الصفقة دي فيها $975 مليون لشراء أسهمه، و$500 مليون قرض، و$185 مليون كمصاريف استشارية. عند البحر الميت ريبيكا جات لها أخبار ما كانتش متوقعة. برنامج وي جرو للتعليم اتوافق عليه، بس الفرحة طارت في ثواني. سون كلمها وسألها سؤال غامض ومقلق: مين بيكسب في الخناقة، الذكي ولا المجنون؟ وقبل ما تجاوب قال لها الإجابة الصادمة: اللي معاه الفلوس. وقفل السكة وساب وراه تهديد صريح: المرة الجاية الكلام هيبقى بالورق والمحامين، دي الحقيقة الكاملة، الفلوس دايما بتكسب. وقال لها ده سؤال فخ، مش الذكي ولا المجنون. ريبيكا قالت له مش فاهمة انت بتقول ايه. قال لها اللي معاه كل الفلوس وانت مش هتشوفي مليم واحد من صفقة الخروج دي ولا قرش صاغ، انا هضمان ده بنفسي. انت وآدم عندكم اتفاق، والمرة الجاية الحوار بالورق والمحامين. وفي النهاية وي وورك نزلت البورصة فعلا وطرحت أسهمها، بس بقيمة متبهدلة وصغيرة جدا من اللي كانت عليه، $9 مليار يدوب. الموظفين اللي صدقوا كلام آدم ورؤيته طلعوا من المولد بلا حمص وما معهمش مليم، وآدم طار في الغروب وثروته في جيبه ومأمن نفسه، وعينه خلاص على السبوبة والمشروع الجديد اللي جاي. قصة وي وورك مش قصة ابتكار ومجتمع مخلص، دي درس قاسي وعبرة عن الغرور والجشع وتمن الطموح الأعمى اللي بيعمل القلوب والعقول. ودي كانت نهاية حكايتنا النهاردة. ما تستخسرش فينا اللايك المتين واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد.